السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. بصوا يا جماعة، أنا كنت قعدت اسمع البلوجر جابوا البلوجر عملوا البلوجر جيت قلت اجرب الحاجات الحلوة بتاعت رمضان. فجبت من عند ابو لبن كيكة دبي. طلعت سيئة، مش زي البلوجر ما بيقعدوا يقولوا ده جميلة واو 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 عشان دول قابضين. فانا بقول لكم الصح، عشان انا مش قابضه، انا جايباها من معايا، فالحاجه مش كويسه خالص. بعد كده جبت من بلبن. ده ابو لبن الاولاني، والتاني جبت من بلبن. حاجته هايله بصراحه، يعتبر احسن من ابو لبن. ابو لبن مليها سكر 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 فظيع. التانية معقوله يعني بس اقول لكم بقى نصيحه، لا ابو لبن حلو ولا بلبن حلو، كله اسوأ من بعضه. بس الناس القابضه هي اللي بتطلع تقول ان الحاجه جميله واو واو واو، وهي لا واو ولا حاجه. انا مش بسيء في الحاجه، لا، المنتج زي ما انا بقول لكم. بس القابض هيقول لكم حلو، اللي جايب من معاه هيقول لكم وحش ومليان سكر. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله.